السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ايزي كوزينه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. الوصفه ديالنا اليوم هي الشباكيه المغربيه البلديه بالطريقه التقليديه. واخا تاخرت باش ننزلها لكم لكن كتبقى وصفه ناجحه 100%، غتولي معتمده عندكم. نبداو على بركه الله. كنحتاجو كيلوغرام من الدقيق الابيض الناعم الخاص بالحلويات، كاس من جنجلان مطحون منيل ما كنحمروش، كنطحنوه خضر. كنحتاجو ايضا كاس من اللوز مطحون بقشورو، كاس مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، كاس الا ربع من الزبده مذوبه، كنستعملو زبده حيوانيه، كاس مزهر. كنحتاجو ايضا كاس ماء دافي. ضفت لي القليل من زعفران الشعره، بامكانكم تكتفيو بضامه الزعفران. كنحتاجو نصف ملعقه صغيره من الملح، 2 معالق كبار من الخل، اصفر بيضه، ملعقه صغيره من خميره الحلويات، القليل من المسكه الحره مدقوقه والقليل من الكوزه محكوكه. كنحتاجو ايضا ملعقه صغيره من القرفه، ملعقه كبيره من حبه حلاوه مطحونه، واخيرا ملعقه كبيره من النافع مطحون. ندوزو لطريقه التحضير. غنجيبو قصريه وغنبداو بالدقيق، غنضيفو النواشف تدريجيا. غنبداو بالزنجلان مطحون، غنضيفو اللوز مطحون ايضا بقشورو، غنضيفو النافع مطحون. هنا كنعبر معكم بالملعقه، يعني ملعقه كبيره. حبه حلاوه ايضا بنفس القياس. كنضيفو القرفه، وهنايا المسكه الحره والكوزه خميره الحلويات. انا غادي نضيف السوائل الزيت والزبده فقط. غنحاول ندخل هاد العناصر في الدقيق ديالنا، وغنبداو نبسبسوه حتى يتلبس لينا الدقيق بالزبده والزيت. من بعد ما بسبسنا الدقيق ديالنا كندوزوه في غربال رقيق بحال هذا. انا كنستعمل هاد الطريقه باش كنتفادى اي حبيبات او كويرات اللي قدو يقطعوا ليا العجينه ديالي من بعد. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما غربلت الدقيق ديالي كتلاحظوا ان ما فيهش كويرات. كنضيف العناصر المتبقيه. هنا ضفت الملح، اصفر بيضه والخل. غنضيف كاس مزهر وغنضيف الماء. بالنسبه للماء غنضيفه تدريجيا. انا هنا غادي نضيف نصف الكميه فقط ونبدا في العجن. هنا من بعد ما ضفت كميه الماء المتبقيه عجنت العجينه ديالي مزيان. العجينه ديال الشباكيه كتبغي دليك كما كتشوفوا. هنا كنوريكم القوام ديالها، خصو يكون قاصح. من بعد كنقسم العجينه ديالي لقطع متساويه. انا قسمتها هنا على 5 وكنحاول انني نشكلهم على شكل كويرات كما كتشوفوا معايا. من بعد ما شكلتهم على شكل كويرات كنحتفظ بهم في كيس بلاستيكي بحال هذا باش ما تنشفش لينا العجينه ديالنا. من بعد ما خليت العجينه ديالي ترتاح شويه، هنا كنبدا التشكيل ديالها. غنبداو بالكويره الاولى، غنحاول نسرحها بالمدلك على هذا الشكل. من بعد غادي نشكلها على شكل مسمنه. هاد الطريقه كتخلي الشباكيه ديالنا تجي مورقه ومجعبه. كنحاول ندير نفس الطريقه للكويرات كامل حتى كنسالي العجينه كامله، وكنردهم للكيس البلاستيكي وكنخليهم يرتاحوا شويه.
من بعد ما ارتاحت ليا العجينه ديالي غادي نبداو التشكيل ديالها. غنبداو بالقطعه الاولى، غنحاول نسرحها بالمدلك كما كتشوفوا معايا. انا هنا غادي نسرحها، من بعد غادي نستعن بالماكينه الخاصه بالشباكيه. هنا غادي نحاول نقسمها على جوج باش كدوز ليا في الماكينه، كتسهل عليا المأموريه. غادي ناخذوا القطعه الاولى وغادي نسرحها بالمدلك وغادي ندوزها في الماكينه ديال الشباكيه. هنا كما كتشوفوا غادي نحاول ندوزها في اول رقم عندي اللي هو جوج، من بعد غادي ندوزها في الخمسة. انا كنوريكم الارقام. من بعد غادي ندوزها في الرقم ما قبل الاخير اللي عندي انا في لاماشين ديالي هي 8، باش كتجينا شباكيه رقيقه وكتجي مقرمشه فاش كنقليوها. هنا كما كتلاحظوا معايا كنوريكم السمك ديالها كي كيكون، كتجي رقيقه. الشباكيه خصها تكون رقيقه باش كتجي مجعبه ومقرمشه. نفس الشيء بالنسبه للقطعه الثانيه، غادي ندوزوها من نفس المراحل. غندوزو لمرحله التقطاع. بالنسبه للقطاعات الشباكيه كاينين بزاف الانواع متوفرين في الاسواق، يمكن لكم تستغناو عليهم وتكتفيو غير بالجراره التقليديه. من بعد ما قطعت العجينه غادي ندوز نوريكم طريقه التشباك. بالنسبه للتشبيكه المعتمده عندي هي هذه. كناخذوا جوج الاشرطه كنحطوهم فوق جوج، كيبقى لينا شريط واحد. كنحاولوا نجمعوه بحال هذا الشكل، كنقرصوه باش ما كيتحلش لينا في القلي. من بعد كنحاولوا نحلوها، كنوريكم الطريقه. وكنحاولوا نجمعوا الجنيبات ديال الشباكيه. هنا كما كتشوفوا معايا كتجي التشبيكه سهله وكتجي في المنظر ديالها زوين. كنعاود معكم التشبيكه المره الثانيه باش توضح معكم الفكره اكثر. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه ديال التشباك. هنا غادي ندوز معكم نوريكم الطريقه الثانيه. هنا كناخذوا شريط وكنخليو شريط، كناخذوا شريط اخر وكنخليو شريط. كيكون عندنا 3 للفوق وجوج لتحت. من بعد كناخذوا الاطراف كنقرصوهم مزيان. كناخذوا القطعه الثانيه كنحطوها على القطعه الاولى كما كتشوفوا معايا. كناخذوا القطعه الشريط الاخير كنحطوه كذلك على جوج الاشرطه اللي حطيناهم. من بعد كنحاولوا ندخلوا كما كتشوفوا معايا، كنحاولوا ندخلوا ديك الاشرطه لداخل وكنقرصوا العجينه ديالنا من الجناب. هاد الشبيكه كذلك كتجي سهله وزوينه في المنظر. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها من بعد ما شكلت العجينه ديالي كامله. غادي ندوزو دابا المرحله ديال القلي ديال الشباكيه، ولكن قبل ما ندوزو المرحله ديال القلي غادي ندفيو العسل اللي حضرت معكم من قبل. اللي مازال ما شاف لا فيديو غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا كما كتشوفوا معايا ضفت القليل من المسكه الحره مدقوقه وربع كاس من ما زهر، وكنحركوه وكنخليوه يدفى ونخليوه جانبا. هنا غادي ندوزو المرحله ديال القلي. من بعد ما سخنات الزيت ديالي غادي نوضعوا فيها الشباكيه، وبطبيعه الحال النار تكون مهيله باش ما تحمرش لنا الشباكيه من على برا وتبقى خضره من الداخل.
كنبداو نحركو الشباكيه ديالنا حتى كتاخد لون ذهبي. من بعد كنصفيوها وكنديروها مباشره في العسل. كنخليو الشباكيه ديالنا تشرب العسل حتى كنقليو القليه الثانيه، وكنصفيو الشباكيه ديالنا وكنديروها في الكسكاس تقطر. كنرشو شويه ديال الزنجلان محمر على الشباكيه ديالنا. كنصفيو القليه الثانيه من بعد ما تشربات العسل وكنرشو عليها القليل من الزنجلان كذلك. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي كميه ديال الشباكيه اللي عندي. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال الشباكيه ديالنا. كتجي رائعه واخده لون ذهبي وكتجي مجعبه ومحافظه على الشكل ديالها. هنا كنوريكم كيفاش القوام ديال الشباكيه ديالنا. كتجي شاربه العسل ومعلكه ومقرمشه. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال الوصفه ديالنا. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش بارطاجيو لاشين مع اصحابكم وحبابكم. الا عندكم شي اقتراحات الفيديوهات المقبله خليهم لي في لي كومونتير. نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.